السلام عليكم، شلونكم؟ ان شاء الله تكونون بألف خير يا رب. صيام مقبول وفطور شهي ان شاء الله. فطور اليوم 17 من رمضان. اليوم سوينا دجاج مشوي وتمن احمر ووقرناه بيض حمص ويا البصل والمعجون وشوربة العدس والزلاطة والخضورات والطرشي والتمر واللبن. هذا كان فطورنا اليوم. كتبوا لي بالتعليقات شنو كان فطوركم، اكيد راح اقرا كل التعليقات حتى نستفاد من بعضنا البعض. وايضا انتظروا الفيديوهات الجاية ان شاء الله، راح انزل لكم حلويات مثل ما تشوفون هذه الصور امامكم. نزلتها على الفيس وعلى الانستغرام وعجبتهم كلش، فإن شاء الله يا رب ننزلها على اليوتيوب. لا تنسون تشاركون فيديوهات وتخلوا لايك لهذا الفيديو، ويا رب إن شاء الله القناة تكبر بيكم وبدعمكم مستمرة. ولا تنسون خلوا لايك لهذا الفيديو. هسه أقول لكم مع السلامة في حفظ الرحمن. ولكن انتبهوا ونبهوا أولادكم أن الله لن يحاسب من يسرق الأموال والذهب فقط. علموهم أن الله سيحاسب أيضا من يسرق من الناس فرحتها، من يسرق أحلام غيره أو يكسرها ويهدها أمام عينيه. سيحاسب الله من خدع غيره وسرق منه الأمانة والثقة في النفس وفي الناس. سيحاسب الله من يسرق من غيره أهله وناسه وأحباءه بالوقيعة بينه وبينهم. سيحاسب الله من سرق عرض أو شرف أو سمعة وسيرة غيره بأمور لم تحدث. سيحاسب الله من يسرق من الناس مكانها في العمل، من يسرق من الناس أفكارها وجهودها